السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ انا شيماء العدوي، دي قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كوكيز الشوكولاتة والفانيليا بعجينة واحدة. لا وكمان هنعمله في الخلاط، يعني الطريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكي 10 دقايق هتكوني مخلصة شوية الكوكيز الجمال دول. اسرع حاجة تعمليها للمدرسة وتحطيها للولاد في اللانش بوكس يفرحوا بيها، والمقادير بتاعته سهلة وبسيطة خالص وموجودة في كل بيت. انا متأكدة ان اول ما تشوفي الفيديو هتقومي تعمليه دلوقتي حالا. والمقادير زي ما احنا متعودين بالجرامات وبالكوباية، يعني ملكوش حجة، لازم تجربوه ان شاء الله. هيطلع معاك ان شاء الله بالمقادير دي هش وخفيف كده وبيدوب في البق دوبان. ودلوقتي بقى هفتح لكم كده واوريكم قد ايه هو هش من جوه. ويلا بينا بقى، كل اللي حابب يكمل معانا الطريقه والفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، واهم حاجه تفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. ودلوقتي يلا نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا في الطريقه. ومعانا اول حاجه في المقادير زي ما احنا اتفقنا كده في الدرق بتاع الخلاط، معايا كده كوبايه الا ربع من السمنه على زيت. دي نصها سمنه ونصها زيت. حابه تخلي الكميه كلها زيت زي ما انت حابه، حابه تخلي الكميه كلها سمنه او زبده برضو زي ما انت حابه. يعني كده احنا هنفهم ان اي ماده دهنيه هتحطيها هتنفع. ووزن السمنة والزيت الموجودين في الكوباية وزنهم الاتنين مع بعض 155 جرام. يبقى كده احنا عرفنا ان وزن المادة الدهنية 155 جرام. بعد كده بقى نزلت كده نص كوباية من السكر، سكر خشن عادي. وزن السكر الموجود في الكوباية وزنه 110 جرام. ودلوقتي بقى هضرب الزيت والسمنة كده مع بعض والسكر لغاية لما الاتنين يندمجوا مع بعض والسكر يدوب معايا في المرحلة دي. هعرف ازاي بقى ان انا وصلت للمرحلة المطلوبة؟ لما اجي المس الخليط الاقي السكر مش ليه اي ملمس نهائيا، وفي نفس الوقت برضو لون الخليط لازم يفتح معايا. يعني هتكوني بادئه بلون هتلاقي اللون فتح معاكي من كتر الضرب. دلوقتي بقى هنزل ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة. وزن البيضتين بقشرهم بالنسبة للناس اللي بتحب تعرف كل حاجة بالميزان، وزن الاتنين بقشرهم 140 جرام. بعد كده بقى هضيف ايه؟ هضيف كده نص معلقه صغيره من الفانيليا، ودي رشه صغيره كده من الملح. هضيف بقى كده معلقه صغيره ممسوحه من بيكربونات الصوديوم، ركزوا معايا، بيكربونات الصوديوم اللي هي نفسها الكربوناتو اللي بنعمل بيها الفول والطعميه. معلقه صغيره كده ممسوحه من معالق الشاي، هتحطيها كده على الخليط. وبعد كده بقى تضربي كل المكونات السائله كده مع بعضيها. كده احنا خلصنا كده خلاص كل المكونات السائله. انت بقى لو ما عندكيش بيكربونات الصوديوم ساعتها هتعملي ايه؟ هتحطي معلقه صغيره ممسوحه كده من البيكنج باودر او خميره الحلويات. بس انت بقى لو عايزه تاخدي نفس النتيجه بتاعه الكوكيز بتاع بره استخدمي بيكربونات الصوديوم. وطبعا في اخر الفيديو هقولك ايه الفرق بين الاتنين لو استخدمتي بيكربونات الصوديوم او البيكنج باودر. دلوقتي بس ركزوا معايا، انا ضربت الخليط كله كده لغايه لما كله اندمج مع بعضه في المرحله دي. وزي ما قلت لك كده وزي ما بقول كل مره، لازم تتاكدي ان السكر ده كويس جدا قبل ما تضيفوا عليه الدقيق او الطحين، لان الخطوه دي في البسكوتات او الكوكيز اهم خطوه. لان السكر لو مش داب كويس جدا في المرحله دي هتيجي تعجني العجينه بتاعه الكوكيز وبعد ما تخلصيها هتلاقيها سردت الماده الدهنيه بتاعتها. ودلوقتي بقى لازم انزل كل نقطة في الخليط السائل كده في البولة علشان خاطر ما تأثرش على قوام الخليط. شايفين؟ انا نزلت كل نقطة موجودة في الدورة. بعد كده بقى هضيف الدقيق او الطحين. هضيف قد ايه من الدقيق او الطحين؟ هضيف كده كوبايتين من نفس حجم الكوباية اللي عبيت بيها المقادير السايلة. يعني الكوباية اللي هتعبي بيها السكر هي اللي هتعبي بيها السمنة والزيت، وهي برضو اللي هتعبي بيها الدقيق. وحد الكوباية في كل المقادير ايا كانت الكوباية. وزن الدقيق او الطحين اللي احنا حطيناه وزنه كده 230 جرام، اللي هما الكوبايتين الممسوحين. يعني هتنخلي الدقيق الاول وبعد كده تعبي الكوبايات بالمعلقه، ما تتدخليش بايديكي خالص، وبنفس المعلقه هتمسحي الكوبايه. وبعد كده لا تهزي الكوبايه ولا تضغطيها بالدقيق علشان المقدار يطلع معاكي مظبوط لو انت ما عندكيش ميزان. طبعا في المرحله دي العجينه مش هتلم معاكي وهتبقى كده لسه سايله، واحنا عايزين كده طبعا علشان خاطر نقدر ان احنا نقسم العجينه ونخلي جزء بالفانيليا وجزء بالشوكولاته، فلازم العجينة في المرحلة دي ما تلمش على الآخر. شايفين العجينة طرية جدا جدا. دلوقتي بقى هسوي العجينة كده وابتدي ان انا اقسمها نصين بالنظر كده بعينيكي كده وبالمعلقة، بس ادهنيها الزيت الاول علشان ما تقسمي العجينة نصين العجينة ما تطلعش معاكي في المعلقة. شايفين انا بسوي كده وش العجينة علشان لما اجي اقسمها نصين تبقى معايا مظبوطة. وبعد ما سويت وش العجينة هبتدي بقى افصل العجينة كده نصين، بس زي ما قلت لك كده ادهني المعلقة دهنة من الزيت وبعد كده افصلي العجينه. بعد كده بقى هعمل ايه؟ هاخد بقى جزء كده احطه في البوله الفاضيه دي
علشان اخلي جزء بالشوكولاتة وجزء بالفانيليا. بعد ما قسمت العجينة بالشكل دوت هبتدي بقى اجي على النص الاولاني واضيف عليه كده معلقتين كبار من الدقيق. شايفين معلقتين كبار كده مليانين بشكل هرمي. وهاجي برضو كده على النص التاني وهنزل معلقتين كبار من الكاكاو المر الخام الغير محلى. انتي بقى لو ما عندكيش ميزان هتعملي ايه؟ هتنزلي بمعلقة واحدة بس من الدقيق هنا ومعلقة واحدة بس من الكاكاو هنا، ولمي العجينة كده وشوفي. انا عايزة القوام بتاع العجينة تكون طرية كده وفيها سن التلزيق، يعني لازم تكون فيها سن التلزيق علشان ما تشققش معاكي في الفرن. فعلشان انت اللي تتحكمي في العجينة مش العجينة اللي تتحكم فيكي، انزلي بمعلقة من الكاكاو الاول هنا واعجني العجينة، وانزلي برضو في الناحية التانية بمعلقة من الدقيق او الطحين ولمي العجينة. لقيت العجينة لسه محتاجة حطي نص معلقة، وبعد كده نص معلقة وراها لغاية لما توصلي لمعلقتين. ان شاء الله مش هتزيد عن معلقتين هنا ومعلقتين من الكاكاو الناحية التانية. دلوقتي بقى انا لميت العجينة كده زي ما انتم ملاحظين. شايفين ما شاء الله العجينة بتلمع. طول ما العجينة بتلمع تعرفي ان المقادير مظبوطة معاكي والدقيق كده انت ماشية مظبوط. ودلوقتي بقى تعالوا نختبر العجينة ونشوف المقدار مظبوط ولا لا بتاع الدقيق. هتختبريها ازاي؟ حاجه كده على عجينه الشوكولاته وهبتدي اخد قطعه من العجين واكورها بين ايديا كده واضغطها كده بين ايديا. لو لقيتها بعد الضغط كده بتشقق معايا يبقى كده هي مش مظبوطه، وكده انت نزلت بكميه دقيق زياده. زي ما انت شايفه كده انا بططتها ما كانتش بالشقه خالص. زي ما انتم شايفين كده دي عجينه الفانيليا برضو، حاجه اكورها وبططها هلاقيها برضو ما بتشققش معايا. طب افرض انت جيتي بططت العجينه ولقيتها بتشقق معاكي في المرحله دي هتعملي ايه؟ حلها بسيط خالص. هتجيبي معلقه كده من الحليب او معلقه من الميه لو مفيش حليب، ولمي العجينه بمعلقه الحليب او معلقه الميه، هتلاقي العجينه لمت معاكي وما عادش بالشقق معاكي. بس طبعا يفضل من الاول ان انت تظبطي المقدار وتنزلي بكميه الدقيق بالتدريج. دلوقتي بقى ركزوا معايا، هحط العجينه في التلاجة بتاعه الشوكولاته برضو وبتاعه الفانيليا او في الفريزر كده لمده 10 دقايق. استخدمي العجينه وهي ساعه افضل. دلوقتي بقى انا جبت كده 100 جرام من الشوكليت شيبس، والشوكليت شيبس ده عباره عن شوكولاته خام بس متقطعه كده لقطع صغيره. بتنباع فين؟ بتنباع عند محلات مستلزمات الحلويات. ال100 جرام دول انا بجيبهم ب10 جنيه. زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى اعمل ايه؟ هروح مكوره الكوره كده من اي عجينه منهم، وبعد كده هحط على الشوكليت شيبس. وبعد ما بتحط العجينه على الشوكليت شيبس، الشوكليت شيبس بيشبط فيها كده زي ما انت شايفه، وانت بقى بتروحي ضغط عليها كده ضغطات بسيطه بحيث ان هي تثبت في العجينه. طبعا الشوكليت شيبس بيبقى ليه بوس كده فبيثبت في العجينه بسهوله جدا، ومش تقيله خالص، مش بيحصل له حاجه اثناء التسويه لو سويتي بالطريقه اللي انا هقول لك عليها. دلوقتي بقى كل اللي انت هتعمليه ان انت تكوري الكوره وتروحي منزلها على الشوكليت شيبس وتبططي تبطيطه خفيفه، مش تبططيها كده على الاخر لان هي كده كده بتريح وتعمل قاعده لنفسيها. فانت مش تبططيها على الاخر عشان ما تنشفش معاكي في الفرن. وطبعا الصاج اللي بنحط فيه الكوكيز او بنرص فيه العجين بيكون مدهون دهنه كده محترمه من الزيت، وده علشان الكوكيز ما يلزقش في الصاج بعد التسويه. شايفين بقى الطريقه سهله وبسيطه خالص، مش هتاخد معاكي 10 دقايق بالظبط وهتكوني مخلصاهم. طب افرضي انت عايزه تعملي كوكيز بالفانيليا بس ومش عايزه تعملي بالشوكولاته، هتعملي ايه؟ هتحطي برضو كوبايتين من الدقيق، بس بدل ما تحطي بقى وتفصلي العجينه وتحطي معلقتين كاكاو هنا ومعلقتين دقيق هنا، هتعملي ايه؟ هتروحي ساعتها حاطه على العجينه كمان 4 معالق كبار من الدقيق بشكل هرمي. انما انت بقى لو حابه تخلي العجينه كلها بالشوكولاته هتحطي كوبايتين دقيق وتحطي 4 معالق كبار من الكاكاو على العجينه كلها، وساعتها هيبقى عندك كوكيز بالشوكولاته بس. وزن الدقيق اللي احنا حطيناه الاخير دوت، كل معلقه من اللي احنا حطيناها وزنها 15 جرام، يعني معلقتين الدقيق اللي احنا حطيناهم على عجينه الفانيليا وزنهم الاتنين مع بعض 30 جرام، وزن معلقتين الكاكاو اللي احنا حطيناهم على عجينه الكاكاو وزنهم كده الاتنين برضو 30 جرام. انتي بقى لو ما عندكيش الشوكليت شيبس ده وحابه تكسري كده قطع من الشوكولاته الخام، هتجيبي باكو الشوكولاته بتاعه الطبخ كده او الشوكولاته الخام اللي احنا بنشتريها بالكيلو، وتكسرها كده بالسكينه وتاخدي منها قطع صغيره كده وتحطي برضو بنفس الطريقه بتاعه الشوكليت شيبس. ودلوقتي بقى انا عملت كده كام قطعه كده قدامكم، وهكمل باقي الكميه مع نفسي عشان مش هطول عليكم مده الفيديو. شايفين شكلهم عامل ازاي؟ وطبعا لازم تسيبي مسافه بين كل واحده والتانيه عشان زي ما قلت لكم كده هو بينفش معانا وبيريح كده ويعمل قاعده لنفسه. طيب دلوقتي انا حاطه كوكيز الشوكولاته مع كوكيز الفانيليا ليه؟ علشان تعرفي من كوكيز الفانيليا لما يستوي تعرفي ان كده كوكيز الشوكولاته استوى، فحط الاتنين مع بعض لان كوكيز الشوكولاته مش هيبان في السوا. وده كان شكل اول صاج معايا كده زي ما انتم شايفين. لو حابه تدخليه التلاجة كده لمده 10 دقايق لو انت في فصل الصيف دخليه، بحيث ان العجينه ما تفرش معاكي بزياده في الفرن.
انما لو الجو برد سخني الفرن ودخلي الصاج وسويه على طول. انما انت لو حابه تعملي الكميه كلها وبعد كده تسويها مره واحده، طبعا ما تسيبيش الصاج بره التلاجة، دخليه في التلاجة سواء شتاء او صيف. دلوقتي بقى زي ما انتم ملاحظين ده شكل الصاج اول ما طلع معايا، ودول كام واحده كده حطيتهم في الصينيه، هم طلعوا معايا كده 45 واحده بالظبط. شايفين ما شاء الله التفتيحه اللي في ظهر الكوكيز بتدل ان الكوكيز بتاعنا كده جميل ونافش معانا من جوه ومستوي كويس جدا جدا. طيب تعالوا بقى نتكلم عن التسويه بتاعته. بتشغلي الفرن على درجه حراره 180 وبتسخني الفرن كده لمده 10 دقايق الاول قبل ما تدخلي الصاج، وبتدخليه في الرف الوسطاني. لو الفرن كهربا شغلي فوق وتحت والمروحه، انما لو فرن البوتاجاز العادي شغلي من تحت الاول، واول ما تحسي ان هو اتحمر من تحت هتطفي بقى من تحت وتشغلي الشوايه وتحمري وشه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الشوكولاته ما اتاثرتش خالص لان هي مغروزه في العجين، فمش تقلقي خالص، مش بيحصل لها اي حاجه. بس اهم حاجه ما تلمسوش الكوكيز خالص طول ما هو سخن. بعد ما يبرد كويس جدا وبمسكي كده براحتك، لان الشوكولاته ساعتها هتكون نشفت كويس جدا جدا. وبرضه هتعرفي ان هو استوى ازاي اول ما بيستوي، بتحس ان هو خلع من مكانه، يعني تيجي تحركيه كده بتلاقيه بيتحرك. طول ما هو ماسك في الصاج اعرفي ان هو لسه ما استواش من تحت. وحابه اقول لك ان الكوكيز الاصلي اللي بنباع في المحلات بيبقى فيه سن الطراوه عشان بيبقى معمول ببيكربونات الصوديوم، انما انت لو عملتيه بالبيكنج باودر هيطلع معاكي زي البسكوت بالظبط، هيبقى حلو برضو كده وجميل بس ناشف زي البسكوت من بره ومن جوه. انما الكوكيز اللي بنستخدم فيه الكربونات زي النهارده كده بيطلع معاكي مقرمش من بره وفيه سن الطراوه كده بسيطه من جوه، ودي طريقه الكوكيز الاصليه. حابه يطلع معاكي زي البسكوت، بدلي بيكربونات الصوديوم بالبيكنج باودر بنفس المقدار، هتحطي برضو معلقه صغيره ممسوحه. شايفين ما شاء الله هش كده وخفيف وفي نفس الوقت بيدوب في البق دوبان. يا ريت بقى كل اللي وصل للحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك، واللي اول مره يشوف القناه وعجبته القناه وحابب يشترك فيها اكيد يشرفنا اشتراكه، بس ما ينساش يفعل زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.